بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الأسرى في الفترة الأخيرة صارت ناس تحكي فيه، وطلعت أصوات بتقول إنه لازم نقتل الأسرى الشبيحة اللي يدخلوا بين يدينا، وحجتهم هي الآيات سورة الأنفال وآية سورة محمد. هلأ أنا برأيي الآيات لا تخدم أبدا موضوع قتل الأسرى، والتعامل مع الأسرى في القرآن هو تعامل واحد، واللي هو المن أو الفداء. بسورة الأنفال بيقول أنه قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وبسورة محمد بيقول أنه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هلا الإشكالية اللي بتصير إنه هي الحديث اللي إجا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ وكان لازم يذبح هؤلاء الأسرى لأنه لم يثخن في الأرض. أنا برأيي هذا الكلام غلط. القضية كانت إنه المؤمنين كانوا بدهم غير ذات الشوكة، أو اللي هي القافلة. الله سبحانه وتعالى بيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهن طلعوا وبقلبهم إنه بدهم قافلة، وبعقلهم إنه بدهم قافلة، ما كانوا حاطين أي احتمال إنه القافلة تفلت منهم. فلما دريوا إنه القافلة راحت وأبو سفيان اتخذ سبيل الساحل ونفد منه، صاروا يجادلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا له إنه تركنا نحن بالمدينة ناس أحسن منا وأكثر منا إيمانا، نحن مو مجهزين حالنا وخلينا نرجع. ولكن الله كتب عليهم القتال وكتب عليهم ذات الشوكة، ولولا ذلك الكتاب اللي كتبه الله عليهم لكانوا هاجموا القافلة، وكان صار عندهم غنائم وأسرى من القافلة، ولمسهم فيما أخذوا من تلك الغنائم وأولئك الأسرى عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بأن كتب عليكم ذات الشوكة ولم يكتب عليكم القافلة لمسكم فيما أخذتم من غنائم القافلة وأسرى القافلة عذاب عظيم. لأنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. كلمة ما كان في اللغة مثل ما بيقول محمد متولي الشعراوي الله يرحمه، معناتها لم ولن يكون، معناتها لم يكن لنبي أسرى قبل الإثخان، وهذه الحادثة لم تحصل. لما صار عنده أسرى كان الأمر بعد الإثخان، هذول كانوا أسرى شرعيين. فهو موضوع الأسرى أما محرم لا يجوز قبل الإثخان، وأما الموضوع هو شرعي، والتعامل معهم هو تعامل واحد بعد الإثخان، هو من أو فداء. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هلا في ناس رح تجي حتقول إنه ممكن إذا رجعناهم يرجعوا يقتلونا. صح، هذا كلام مظبوط 100%. الله سبحانه وتعالى بيقول إنه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أنت إذا زبطت البيت الداخلي تبعك لا تخاف من خيانته، مثل ما أمكنك منهم اليوم رح يمكنك منهم غدا. هذا كله بفرض إنه هلا هو وقت القتال. ما عم ناقش إنه موضوع هلا هو وقت القتال ولا ما هو وقت القتال. أنا عم ننطلق من فرضية إنه هلا هو وقت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. حتى لو كان هاي المرحلة صحيحة، فموضوع قتل الأسرى ليس له أي دليل شرعي من القرآن. نحن كتير انبسطنا بالفيديوهات اللي شفناها لما الناس بدير عطية عم يتكلموا مع العسكري العلوي وبيقولوا له نحن أخوة وليش هيك عم تسوي فينا، وعم بينوا له وتعاملوا معه بشكل إنساني وإنه رح نرجعك لأهلك ولا تخاف. والفيديو اللي شفناه اليوم عن القاتل المأجور شلون ضمدوا له جرحه وعاملوه بأخلاقية وبطيبة. هاي هي أخلاقنا نحن، رسالتنا أخلاقية عم نوصلها للعالم، عم نوصلها للعدو نفسه، إنه نحن ما حنتعامل بأخلاقك معك أنت نفسك. نحن عم نتعامل بأخلاقنا، نحن منيحين وما بنقدر إلا نكون منيحين. السلام عليكم ورحمة الله.